المولد النبوي الشريف مناسبة سارة وذكرى لطور من أطوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بنيت عليه كل أطواره وهو المولد الشريف. فلذلك نعمة أولا يجب شكرها لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشكرها، فكان يصوم يوم الاثنين، فسئل عن ذلك فقال ذلك يوم ولدت فيه، صلى الله عليه وسلم، فكان يصومه شكرا لله. كذلك ما يتعلق بالفرح به والسرور، فنحن نسر بكل أطواره وبذكراه وبكل ما يتحدث عنه محبة له، فمحبته من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما اتخاذه عيدا كعيد الفطر وعيد الأضحى فهذا بدعة ولا يحل. الأعياد محددة بالشرع وحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها هو وأصحابه، فهي محصورة لا تتجاوز في السنة عيدين: عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى في الحج. والجمعة نعم لها قيمة عيد الأسبوع. أما مولد النبي صلى الله عليه وسلم فليس عيدا، لكنه مناسبة سارة جدا ونعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، فاستغلاله لتذكره وتعريف الناس به وإقامة البرامج النافعة التي تذكر الناس به وتعرفهم بحقه ومراجعة هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته، هذا من أهم الواجبات الشرعية. ولذلك كان العلماء في هذا الشهر، شهر المولد الشريف، يقرؤون كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، ففيه بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وزيادة محبته ومعرفته والجواب عن كثير من الأسئلة المتعلقة به.